لم يترك المغرب السعودي الشهير مجتهد زيارة كل من وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي المعروف بقربه من إيران، وبعدها زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمر من دون أن يعلق عليهما. ففي تغريدة له عبر حسابه في تويتر نشرها الاثنين قال مجتهد إن الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات حجة للحشد الشيعي والاحتفال بتدمير الموصلي هو كله بمثابة تودد لإيران فاصل منقوطة حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم محمد بن سلمان. وفيما يبدو أنه إمعان في السخرية من الموقف الرسمي السعودي من استقبال الرجلين خاصة مقتدى الصدر، قام مجتهد بإعادة تغريدة لحساب آخر اسمه غربال قالت منصه القرضاوي ثورة البحرين طائفيا. مقتدى الصدر ثورة البحرين العظيمة الوطنية والعار لمن يصفها بالطائفية، الأول إرهابي والثاني يستقبل بالأحضان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.